كيف يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلام وسعادة. أنا عارفة إنك بتكره تحفظ الكلمات، وعارفة إن هي دسمة وتقيلة عليك قوي، عشان كده لحقت لك بلعبة اسمها ميمورايز جيم. أيوه اللعبة دي تحفة، تعالى بينا نلعبها مع بعض عشان نحفظ الكلمات بمنتهى السهولة. يلا بينا. زي كلمة باترفلاي بالشكل ده، دي كلمة كاملة، أنا مش بحفظ الكلمة في سطور مكررة أو بعواميد مملة، لا أنا بحفظها على قد الحروف بتاعتها. يعني إزاي؟ يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 حروف. التسع حروف دي هنحفظهم في 9 سطور فقط لا غير. زي ما انتم شايفين كده، السطر الاولاني، السطر الثاني، السطر الثالث، الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع. تعالوا بينا كده نجرب ازاي نحفظ الكلمات بالتدريج، بداية من الكلمات اللي حروفها صغيرة وبسيطة إلى الكلمات اللي حروفها كبيرة زي كلمة باترفلاي. يلا بينا نشوف. أول حاجة هنيجي نكتبها مع بعض كلمة كات، مكونة من 3 حروف عادي جدا. ك آ ت. مظبوط؟ طيب أنا أحفظها بقى الكلمة دي في كام سطر؟ أهي نشوف كده، يبقى أنا بحفظ الكلمة على قد حروفها، يعني أنا أحفظها في 3 سطور. إزاي؟ يعني السطر الأولاني، السطر الثاني والسطر الثالث. السطر الأولاني هنا بنسيب حرف، السطر الثاني بسيب حرفين عشان هو تاني فبسيب حرفين، تمام؟ السطر الثالث يبقى هسيب إيه؟ 3 حروف بالشكل ده. كل اللي انا هعمله هدري كلمه كات بالكراسه او المسطره او الكتاب اي حاجه، وابتدي اخلي طفلي هنا يستنتج ويطلع الحرف اللي مش موجود، يطلعه من صوته. طب استهج الكلمه كده فهيقول ايه؟ ك ا ت ك ك ك. ايه الحرف اللي بيقول ك ك ك؟ هو الليتر سي. وبعد كده يستهجاها بقى ك ا ت. يعني في الحاله دي هنستخدم الساوند بليرز اللي احنا اتعلمناها في السيشن الاولى. طب السطر الثاني ها، نيجي بقى نداري عليه، مش احنا حلينا الكلمه دي خلاص كتبناها في اول سطر؟ يلا استنتج بقى. بصيت عليها كويس، اسمعها لي كده، ك ا ت. يبقى هيكتب الحروف الناقصه ك ا ت. طب السطر اللي بعده بداريه برضو عادي جدا. طب استهجاها بقى واكتب لي الكلمه كلها لوحدك. ها، فهيستهج كده ويكتب ك ا ت. بمنتهى السهوله هتلاقيه ان هو كتب الكلمه على طول، تمام؟ بالشكل ده. دي كده كلمه مكونه من 3 حروف. تعالوا بينا نكتب كلمه مكونه من 4 حروف، زي كلمه مثلا ماسك. يلا يا بطل اكتبها واحفظها معانا. اول حاجه طبعا احنا قلنا الكلمه دي هنحفظها في ايه؟ في كام حرف فيها؟ فيها 4 حروف. ها، السطر الاولاني 1، السطر الثاني، الثالث، الرابع. يبقى انا هحفظ الكلمه دي في 4 ايه؟ سطور بالظبط كده. طيب هنكتب الكلمه كلها عادي جدا. هو خلي طفلك بقى، هو قولي له كل سطر هتسيب الحرف بتاعه، يعني السطر الاول هسيب الحرف الاولاني واكتب باقي الكلمه اهو. السطر الثاني هسيب حرفين اهو، ده السطر الثاني هسيب الحرف الاول واسيب الثاني برضه، ماشي، واكمل باقي الكلمه. السطر الثالث هسيب 3 حروف اللي هو الحرف الاولاني، الحرف الثاني والحرف الثالث، واكتب اخر حرف. السطر الرابع بسيب الحروف كلها، تمام؟ يلا بينا بقى يا بطل احفظ لنا الكلمه دي في اسرع وقت. هداري على الكلمه الاساسيه اللي هو حفظناها مع بعض، ويلا بينا استهج بقى. م ا س ك. ايه الحرف اللي بيقول م؟ هو الليتر ام. يلا يا بطل اكتبه ماسك. السطر الاولاني هنجريه بالشكل ده، ويلا نكمل. استهج بقى كده م ا س ك. حلو، الله ينور. يلا بينا السطر الثالث اكتبه بقى، يلا. هو هيكتبه بسرعة أساسا يعني أهو م ا س ك. طب السطر الرابع والأخير بقى اعتمد على نفسك واكتبه لوحدك م ا س ك. برافو برافو برافو. يبقى احنا كده كتبنا كلمة ماسك ومن غير ما نضيع وقت كتير كتبناها لوحدنا بمنتهى السهولة. جبت لكم كلمة كبيرة وطويلة كده ممكن تكون صعبة بعض الأولاد أو بيتلخبطوا في حروفها، زي كلمة umbrella. تعالوا نعد أول حروفها 1 2 3 4 5 6 7 8. ها، 8 حروف.
يلا بينا نكتبهم في 8 سطور. وادي كلمة umbrella أنا هكتبها في 8 سطور. أول حاجة احنا عارفة الحرف الأولاني بنسيبه ونكتب باقي الكلمة بالشكل ده، ولازم الحروف نازلة تحت بعض بالظبط، تمام، تبقى متناسقة. السطر التاني بسيب ايه؟ حرفين، وابدأ ان انا ايه؟ اكمل باقي الليرز بتاعت كلمة umbrella. السطر التالت اهو بسيب ال3 حروف وبكمل باقي الكلمة. بعد كده هكمل باقي السطور الموجودة وهرجع لكم تاني على طول. بعد ما كتبت الحروف بتاع كلمة umbrella وسبت آخر سطر ده فاضي، يعني ما حطيتش كده شرطات عشان ما اتلخبطش، ويلا بينا نشوف مع بعض هنكتبها ازاي ونحفظها ازاي. زي ما احنا عرفنا يا بطل، انت بتبص على الكلمة كويس قوي وبتسمع من الديكشنري وتنطق وراه. umbrella umbrella umbrella. وابدأ يلا غطي وداري. اه اه اه. ايه الحرف اللي بيقول sound letter you makes a sound of اه 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 اه. بعد كده نداري أم أم umbrella يبقى بكتب اللي هو الليتر أم. بعد كده يلا الباري، يلا أسرع كمان وحاول احفظ معايا وانت شايف الفيديو ده. يلا م أم ب أمب umbrella umbrella umbrella. يلا كمان، الله ينور. ها م ب أمب أمب ر. ايه الحرف اللي بيقول ر؟ sound أو ها letter R. umbrella umbrella. يلا دادي كمان. أنا خلاص حفظتها بقى. م ب ر ايه الحرف اللي بيقول sound؟ اكيد ما بسمعش كويس، هو الليتر umbrella umbrella. يلا الدادي كمان. م ب ر في حرف طبعا احنا عارفين الليتر L، اي حرف كابيتال بيتنطق كانها L واحده بس، تمام؟ يبقى الليتر L هنا هيتنطق اكنه L واحده بس طبعا لازم يتكتب، تمام؟ يعني في L بتتنطق و L ثانيه ما بتتنطقش. umbrella اهو، حلو قوي. يلا الداري كمان. م ب ر بالشكل ده. يلا بينا هنكتبها لوحدنا ونحفظها لوحدنا بمنتهى السهولة. يلا بينا. أم ب ر لا umbrella umbrella. تمام بالشكل ده. وانا كده كتبت كلمة umbrella بمنتهى السهولة وما خدتش معايا وقت حفظها ومش عارفة اكتبها ولا زهقت ولا أي حاجة، بالعكس دي لعبة بسيطة ولذيذة خالص. يبقى احنا كده لعبنا لعبة ميمورايز جيم، بداية بالكلمات الصغيرة زي كلمة كات المكونة من 3 حروف، وبعد كده بدأنا إن احنا نعلي شوية الليفل بتاعنا في حفظ الكلمات، فزودنا حرف زيادة فخليها كلمة ماسك من 4 حروف، إلى إن احنا حفظنا كلمة umbrella المكونة من 8 حروف وما خدتش معانا وقت كبير خالص. يلا بينا يا بطل احفظ لي الكلمات دي، ودي هتعملها هوم ورك معانا. زي كلمة واج واج. الكلمة التانية jump jump. الكلمة التالتة maker maker. الكلمة الرابعة gorilla gorilla. الكلمة الخامسة butterfly butterfly. نجرب ونشوف مين الطفل الشطور القطقوط اللي هيحفظ الكلمات دي بسرعة وهيبعتها لي في الهوم ورك بتاعه. فبالأمانة يا مامي خليه هو يحفظ لوحده، ما تساعدهوش في أي حاجة، وخليه هو يكتب لوحده الكلمات دي، ونشوفي هل ابنك استوعب اللعبة دي ولا لأ، عشان تتأكدي وتعرفي مستواه من اللعبة دي، هل جابت معاه نتيجة ولا لسه محتاج شوية زقة معانا. أتمنى يكون شرح عجبكم وأشوفكم ألف خير وأقول لكم جود باي.